عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. الحمد لله، نحن الجماعة من جنوب أفريقيا جئناكم لدين الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. أولا نشكر الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى قد من علينا بأفضل وأعظم نعمة، أنعم علينا بنعم كثيرة. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. في موضع آخر يقول الله تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والله سبحانه وتعالى قد أنعم علينا بنعم كثيرة. الله سبحانه وتعالى يذكرنا نعمه في القرآن. يقول الله تبارك وتعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. في موضع آخر يقول الله تبارك وتعالى: هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. لماذا الله سبحانه وتعالى أعطانا هذه النعم؟ كي نشكر الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه، ولكن أعظم نعمة وأكبر نعمة الله سبحانه وتعالى ينعم على أي أحد كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، الدين الإسلام. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. يوم القيامة لما الكفار قد خابوا وخسروا ويحتاج أن يدخلوا النار، الله سبحانه وتعالى يقول: لا يكون في ملكهم هذا، ولكن لو كان في ملكهم الدنيا مملوءا ذهبا ليفتوا به عن نار جهنم، الله سبحانه وتعالى يقول: يكونوا جاهزين مستعدين ليفتوا به لينقذوا أنفسهم من النار، ولكن الله سبحانه وتعالى يقول: فلن يقبل من أحدهم. الرجل يدخل الجنة فقط برحمة الله سبحانه وتعالى وبالإيمان والأعمال الصالحة. الله مرة النبي موسى صلى الله عليه وسلم قال لله سبحانه وتعالى: علمني كلمات أدعوك بهن. فقال الله تبارك وتعالى: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال موسى عليه الصلاة والسلام: يا رب كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، علمني شيئا تخصني به. وقال الله تبارك: يا موسى قل لا إله إلا الله. وموسى عليه الصلاة والسلام سأل الله سبحانه وتعالى: إني أريد شيئا خاصا، شيئا تخصني به. وقال الله تبارك وتعالى: لو وضعت السماوات السبع والأرضين في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، رجحت به. فهذه الإيمان، هذه الكلمة هي أعظم نعمة من عند الله سبحانه وتعالى. معناها لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. إن الله سبحانه وتعالى خالقنا. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: الله خالق كل شيء. الله سبحانه وتعالى مالكنا. يقول الله تبارك وتعالى: قل اللهم مالك الملك. الله سبحانه وتعالى رازقنا. يقول الله تبارك وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فكيف نحن نتيقن بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله ونخرج اليقين الفاسد بالأسباب وبأشياء الدنيا من قلوبنا؟ وكذلك الله سبحانه وتعالى من علينا بهذا الدين. الدين هي أعظم نعمة عند الله سبحانه وتعالى. الرجل